السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجال التانية ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنحل الاختبار التاني من المراجعة مع بعض على الدرس التاني، درس ظهور الاسلام. شباب، حلينا اختبار الدرس الاول، كان اختبار مهم جدا، في تكات مهمة جدا. الناس اللي ما اتفرجتش عليه هنسيب رابط الفيديو في الديسكريبشن تحت، خش اتفرج عليه عشان مهم جدا يا شباب. يلا بينا نتوكل على الله ونبدأ في حل الاختبار التاني في المراجعة. السؤال الاول عندنا في المراجعه يا شباب بيقول لي: موافقه الرسول صلى الله عليه وسلم على الذهاب مع السيده خديجه لعرض امر الوحي على ورقه بن نوفل، ده دليل على ثقه الرسول في ايه؟ شباب، الرسول كعادته قاعد بيعبد ويتعبد في غار حراء، يتامل في الكون، يتامل في السماء، يتامل في الخلق بتاع ربنا. مره واحده نزل عليه سيدنا جبريل. شباب، الموقف مش سهل. اتخيل معايا كده سيدنا جبريل ده عنده 600 جناح، الجناح الواحد بس يغطي الارض دي من شرقها لغربها. النبي شاف الهيئه دي، شافه هو عنده 600 جناح زيه. متخيلين بقى سيدنا جبريل شكله عامل ازاي؟ حاجه ضخمه جدا. فلما سيدنا جبريل مشى، النبي مرتجف من الموقف، خايف، فطلع جرى على السيده خديجه، قال لها: زمليني زمليني، غطيني غطيني. فقالت له: مالك؟ قعد يشرح للسيده خديجه اللي حصل. قالت له: بص، انا عندي ابن عمي عنده علم شويه بالاديان، اسمه ورقه بن نوفل، ايه رايك نروح له نحكي له اللي حصل؟ فالنبي لما اتاكد ان الراجل ده عنده علم قال لها: خلاص نروح نساله. فراح يا شباب لورقه بن نوفل، النبي حكى له اللي حصل كله. فورقه بن نوفل قال له: ده الناموس اللي نزل على سيدنا موسى، يعني ده الوحي اللي نزل على سيدنا موسى، وانت نبي هذه الامه. شباب، هو اللي خلى النبي يروح لورقه بن نوفل او ورقه بن نوفل ان الراجل ده قريب السيده خديجه، ولا ان الراجل ده عنده علم؟ عنده علم. يبقى النبي وثق في اختيار خديجه هنا لانها رشحت له حد عنده علم، عنده كفاءه. تعال ندور على حاجه زي دي في الاختيارات. يبقى شباب، ده دليل على ثقه الرسول في اهل العلم والمعرفه طبعا من غير كلام. طب هل ينفع نقول لان ده اختيار السيده خديجه؟ لا، هو النبي وافق على ورقه بن نوفل مش عشان هو اختيار السيده خديجه، على قد ما ان الراجل ده عنده علم جامد في الاديان، عنده علم في اليهوديه، علم بالمسيحيه، فعشان كده النبي راح له. وطبعا شباب، مش عشان هو قريب السيده خديجه طبعا، ولا عشان هو من اهل المكانه والنفوذ. شباب، السؤال الثاني: سرعة النبي صلى الله عليه وسلم لنجدة رجل أراد أن يسترد حقه من أبي جهل. أبي جهل اللي هو عمرو بن هشام، أظهرت إحدى صفات النبي. شباب، يوم من الأيام راح راجل في مكة بيبيع الجمل بتاعه، فحظه الجميل الحلو قوي إنه وقع مع أبو جهل. فأبو جهل أخذ منه الجمل، فالراجل بيقول له: أنا عايز الفلوس. فأبو جهل قال له: بكرة هديك، بعده هديك الفلوس. قعد يمطله في الآخر قال له: إيه؟ مالكش عندي حاجة. فالراجل ده راح للناس الكبيره اللي في مكه قال لهم: ابو جهل اخذ الجمل بتاعي، انا عايز فلوسه. كله قال له اول ما يسمعوا سيره ابو جهل: ملناش دعوه ملناش دعوه ملناش دعوه. فلما راح للنبي وحكى له قال له ان ابو جهل عمل معايا 1 2 3، فالنبي اخده من ايده قال له: تعالى، وراح لابو جهل وخلى ابو جهل يديله حقه. شباب، هنا النبي الموقف ده بيدل على ايه؟ هل بيدل على الشجاعه؟ طبعا الناس كلها خايفه من ابو جهل، لكن النبي اخذ الراجل وراح لابو جهل قال له: اديله ايه؟ اديله حقه. يبقى بيدل على الشجاعه، ملهاش علاقه بالامانه ولا الصدق ولا العفو. السؤال الثالث يا شباب: اكتسب النبي صلى الله عليه وسلم الرأفه والعطف واللين الطبع. شباب، اخذنا النبي وهو صغير لما راح في بيت عم ابو طالب ولقى عنده عيال كتير، النبي مرضاش يكون عبء على عمه، فقال: انا لازم انزل اشتغل. طب هتشتغل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيشتغل في الراعي، راعي الحيوانات. شباب، واحنا في الدرس قلنا ان شغلانه الراعي دي علمت النبي الرحمه، التواضع، اللين. طول اليوم قاعد مع ايه؟ قاعد مع حيوان مثلا ممكن يتعور، فالنبي يخلي باله منه، يعالجه، يخلي باله من حيوان ممكن يروح بعيد. بتعلمه التواضع والهدوء والرحمه واللين. يبقى شباب، النبي كسب الصفات ده هل عشان معتقداته الدينيه؟ لا. هل عشان ممارساته الاقتصاديه؟ ايه ده؟ حرفه الراعي، هي مش الراعي دي حرفه؟ والحرفه دي بتجيب لي فلوس، والفلوس دي اقتصاديه.
يبقى النبي اتعلم الرأفة والعطف واللين من ممارساته الاقتصادية، بالذات حرفة الراعي. ولا خبرته السياسية مالهاش دعوة بالسياسية، ولا ظروفه الاجتماعية؟ ظروفه الاجتماعية غلط. بتكلم عن الراعي، راعي شغلانة بتجيب فلوس تبقى ممارسة اقتصادية. شباب السؤال اللي بعد كده رقم 4 بيقول لي: تميزت الهجرة بالتخطيط الجيد من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد اختار عددا من الأشخاص لمساعدته في الهجرة واعتمدوا على اختياره على. شباب الرسول وهو بيهاجر من مكة ليثرب، الرسول خطط تخطيط كبير جدا للهجرة، وتخطيط يدل على قد ايه ان الرسول ده مخطط جيد وعنده إدارة للأمور. النبي صلى الله عليه وسلم اختار في الهجرة أول واحد أبو بكر الصديق. طب اختار أبو بكر في إيه؟ في إنه يبقى صاحبه في الهجرة. واختار ابن أبو بكر اسمه عبد الله ابن أبي بكر. طب عبد الله ابن أبي بكر ده هيعمل للنبي إيه في الهجرة؟ هيجيب له أخبار قريش. واختار النبي كمان يا شباب أسماء بنت أبي بكر. طب أسماء بنت أبي بكر هتعمل للنبي إيه في الهجرة؟ هي دي اللي هتجيب للنبي وأبو بكر الطعام والشراب. وكمان يا شباب النبي اختار عامر بن فهيرة. مين عامر بن فهيرة ده؟ شباب النبي وأبو بكر لما يروحوا يستخبوا في غار ثور، وتيجي أسماء تجيب لهم الأكل، ويجي عبد الله ابن أبي بكر يجيب لهم المعلومات، فأثار رجلهم هتعلم في الصحراء. فلو قريش والكفار شافوا أثار الرجلين دول هيمشوا عليهم فهيوصلوا للنبي وأبو بكر. فالنبي جاب عامر بن فهيرة ده واحد بتاع بيرعى غنم، فهيقول له انت كل يوم هتيجي تتمشى على اثار الاقدام بالغنم بتاعتك، فالغنم لما تمشي على مكان الرجل الاثر بتاعت القدم هتخفي الاثار دي، يبقى ده الراعي. وكمان يا شباب النبي هيعتمد على واحد اسمه عبد الله بن أريقط. مين عبد الله بن أريقط ده؟ ده شباب دليل النبي في الهجرة، ده اللي هيخلي النبي يمشي من طرق تانية عشان قريش ما تعرفش طريق النبي. شباب النبي وهو بيختار الشخصيات دي هل بيختارهم عشان بيحبهم او عشان مثلا هم قرايبه؟ لا، بيختارهم عشان كلهم عندهم حاجة اسمها كفاءة، كلهم عندهم مهارة معينة. عبد الله بن أريقط ده راجل عنده علم بالطرق في الصحراء، عامر بن فهيرة عشان دي شغلانته. يبقى النبي ما اختارهمش عشان هم قرايبه، لا، النبي اختارهم عشان كفاءتهم. نرجع للسؤال تاني. فالسؤال بيقول لي ان النبي اعتمد في اختياراته على ايه؟ على صلة القرابة عشان هم قرايبه؟ غلط. على مدى ثرائهم المالي عشان عندهم فلوس كتير؟ طبعا غلط. على مدى قوة نفوذهم ان الناس دي عندها مثلا قبائل وليهم اهل وليهم عيلة وعندهم سلطان جامد؟ برضو غلط. ولا عشان الثقة والكفاءة؟ النبي عارف كفاءتهم فواثق فيهم، هتبقى الثقة والكفاءة. شباب السؤال اللي بعد كده بيقول لي موقف وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة خديجة بعد وفاتها. شباب ارجع معايا في اول سؤال لما قلت لك النبي نزل عليه الوحي وكان خايف وراح للسيدة خديجة. السيدة خديجة كانت في الوقت ده عمالة تطمن النبي، تقول له انت بتصل رحمك، انت بتعمل حاجات حلوة كتير، ربنا مش هيضيعك. هنا بيبان دور المرأة الصالحة في حياة زوجها. هنا السيدة خديجة عمالة تصبر النبي، والنبي ما نساش الموقف ده خالص. حتى بعد ما ماتت فضل يتكلم عنها حلو، يعامل صحابها معاملة كويسة. ده بيدل على صفة ايه عند النبي؟ هل بيدل على الوفاء؟ طبعا يا شباب ان النبي ما نساش الموقف ده، حتى بعد ما ماتت فضل يتكلم عنها حلو. بيدل على صدق؟ لا، لما حد يعمل معايا حاجة حلوة وافضل فاكرها له ده دليل ان انا انسان وفي وعندي وفاء. حفاظه على ثروتها برضو دي غلط، وتنفيذ وصيتها برضو غلط. شباب السؤال رقم 6، اتهام قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بانه ساحر وكذاب. ده بيدل على ايه؟ صدق قريش، ذكاء قريش، حسن تدبير قريش، ولا تناقض قريش؟
شباب قريش ده قبل ما النبي يجي بالرسالة بتاعت الإسلام كانوا بيقولوا محمد ده الصادق الأمين، ولما قال لهم النبي قالوا له انت مجنون، انت كذاب، انت ساحر. منين هو صادق امين ومنين هو كذاب وساحر؟ يبقى هنا حصل حاجتين عكس بعض. قريش يا شباب ناقضت نفسها، يعني عملت حاجتين عكس بعض. الاول قالوا عليه صادق، بعد كده قالوا عليه كذاب، قالوا عليه امين، بعد كده قالوا عليه ساحر. ده بيدل على تناقض قريش. التناقض دي يعني عكس بعض. شباب السؤال رقم 7، خروج النبي صلى الله عليه وسلم للعمل في حرفة الراعي وهو طفل صغير في بيت عمه بيدل على ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما راح لبيت عم ابو طالب لقى عنده عيال، فالنبي مرضاش يكون عبء على عمه، فقال انا لازم انزل اشتغل وانا اللي اصرف على نفسي. ده شباب بيدل ان عمه كان فقير. هل احنا بنقول عمه كان فقير ولا بنقول لا ده النبي هنا قال انا مش لازم اكون حمل على عمي؟ هل هنا ابو طالب قال للنبي لا انا مش هرعاك؟ لا طبعا، النبي اللي من نفسه قال انا لازم انزل اشتغل واصرف على نفسي، يبقى الاجابه دي غلط. هل يا ترى عشان او ده بيدل على ان عمه كان راعي غنم؟ يعني النبي اشتغل في رعي الغنم عشان عمه راعي غنم؟ لا، ما جبناش سيره الكلام ده خالص. ولا ان عمه كان يقسو عليه؟ ابو طالب كان بيقسو على النبي، ده كان بيحب النبي خالص وهنشوف كمان شويه. ولا ده دليل ان النبي ليه شخصيه مستقله؟ طبعا يا شباب النبي هنا مرضاش يكون عبء. النبي قال انا لازم اصرف على نفسي، لازم اشتغل واجيب فلوس انا اللي اصرف على نفسي، ما اكونش حمل وعبء على عمي. شباب السؤال الثامن بيقول لي خرج النبي صلى الله عليه وسلم للتأمل والتفكير في قدرة الله. النبي يا شباب وهو قاعد في غار حراء كان بيقعد يتأمل في شكل السماء، في النجوم. الخلق ده خلق عظيم، اكيد ربنا ده رب كبير وعظيم قوي، ما لسه ما نزلش عليه الوحي، وعمال يتأمل في قدرة ربنا. ده شباب الموقف ده بيشبه مين؟ هنا النبي بيشبه علماء الفلك ولا الفلاسفة؟ ايه ده، احنا اخدنا في اولى ثانوي الفلسفة اللي بتسأل، اللي بتقعد تتأمل وتتفكر. هنا النبي بيشبه الفلاسفة في التأمل والتفكر. تمام يا شباب؟ السؤال اللي بعد كده رقم 9 بيقول لي ذهبت قريش للنجاشي. مين النجاشي ده؟ النجاشي ده شباب ملك وحاكم الحبشة. شباب قريش راحت بعد ما المسلمين هاجروا للحبشة، قريش بعتت ناس للنجاشي، عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه. ليه؟ يدوا له هدايا كتير عشان يسلمهم المسلمين اللي هاجروا. فبيقول لي ذهبت قريش للنجاشي لتطلب منه تسليم المسلمين، ولكن النجاشي ملك الحبشه رفض اعاده المسلمين الى قريش قبل ان يسمع منهم. شباب المسلمين هاجروا للحبشه، قريش بعتت عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه. عمرو بن العاص كان كافر ساعتها، وعبد الله بن ابي ربيعه لقريش يقولوا له خد الهديه دي وسلم المسلمين. ده المسلمين دول لا، دول بيشتموا السيده مريم، بيشتموا المسيح، دول جايين بدين غلط. النجاشي هنا شباب قال لهم بصوا انا مش هسلمكم المسلمين غير لما اسمع منهم، مش انا سمعت منكم يبقى اسمع منهم. ده بيدل على ايه؟ على المساواة والرحمة ولا الحكمة والعدل؟ زي ما انا سمعت منكم هسمع منهم، ده عدل يا شباب، ده حكمة. يبقى الاجابه الحكمه والعدل. ولا المروءه والتسامح برضو مالهاش علاقه، ولا القوه والشجاعه؟ لا، بتدل ان الراجل ده حكيم عنده عدل، هيسمع من كل الاطراف. شباب السؤال رقم 10 بيقول لي وقوف كل من بني هاشم مع النبي صلى الله عليه وسلم ضد حصار قريش جاءت فعلا على ايه؟ شباب النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. بص يا شباب عايز اقول لكم على حاجه عشان بس نفهم الحته دي. قبيله قريش دي قبيله كبيره. ليه القبيله الكبيره؟ بيطلع منها عائلات كتير. مثلا بيطلع منها بني هاشم اللي منها النبي، بيطلع منها بني أمية، بيطلع منها بني تميم عائلة تميم، بيطلع منها بني عدي. كل دي عائلات في قريش. النبي من بني هاشم يا شباب. قريش اتفقوا ان هم هيقتلوا النبي. راح ابو طالب عم النبي جمع كل بني هاشم
قال لهم الحقوا دول عايزين يقتلوا محمد ابن اخونا، هتسكتوا؟ بني هاشم فيها ناس مسلمين ولسه فيها ناس كتير قوي قوي مش مسلمين، قالوا لا لازم ندافع عن النبي. طب هنا بني هاشم يا شباب، الكفار اللي فيها دول وبني هاشم هيدافعوا عن النبي ليه؟ قال لك لانه قريبنا، لانه مننا. يبقى ده يا شباب بيدل على ايه؟ بيدل على الانتماء القبلي اللي هي العصبية القبلية. ايه ده يا مستر؟ صح، ده هم دافعوا عنه عشان هو من العيلة، يبقى ده بيدل على الانتماء القبلي. وهنا يا شباب اكتب المعلومة دي، بقول ظهرت العصبية القبلية بشكل إيجابي في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يا شباب، يبقى الاجابه انتماء قبلي. هم دافعوا عن النبي عشان مصالح اقتصاديه؟ لا. عشان عقيده دينيه؟ كان فيهم كتير قوي كفار. ولا عشان قيم سياسيه؟ برضو غلط. هم دافعوا عن النبي عشان الانتماء القبلي، عشان هو من العائله بتاعتهم. السؤال اللي بعد كده رقم 11 بيقول لي من خلال دراستك يتضح ان خط سير خروج المسلمين من مكه للحبشه. شباب المسلمين، تعالى بس نرسم كده خريطه سريعه، ركز معايا كده في الخريطه دي. ركز ركز ركز، اوعى تسرح مني، اوعى تسرح. شباب الحبشه موجوده في الحته دي كده، المسلمين قاعدين هنا في مكه، المسلمين رايحين الحبشه، هيهاجروا للحبشه، ففي الاول هينزلوا الاتجاه الايه؟ الجنوب. طب يا مسلمين بعد الجنوب هتمشوا في الشرق ولا الغرب؟ هيمشوا في اتجاه الغرب. شايف دي؟ فهمتها كويس؟ ارجع بقى للسؤال كده معايا تاني. السؤال بيقول لي من خلال دراستك يتضح ان خط سير خروج المسلمين من مكه للحبشه مشوا، احنا قلنا الاول في الجنوب، بعد كده الغرب. تعال ندور على الاجابه. هل من الجنوب؟ الجنوب صح، لكن ثم الشرق؟ الشرق غلط. شمالا ثم غرب؟ شمالا غلط. جنوبا ثم غرب؟ دي الاجابه الصح. شمالا غلط وشرقا غلط. شباب اي من عبارات وثيقه المقاطعه. شباب بني هاشم قلنا ان هم هيدافعوا عن النبي، كلهم هيتجمعوا يدافعوا عن النبي عشان قريش ما تقتلوش بقيه العائلات التانيه. فكلهم كده قعدوا في ارض تبع ابو طالب، بنسميها شعب ابي طالب، يعني ارض ابو طالب. كلهم اتجمعوا عشان يدافعوا عن النبي. قريش قالت لهم حلو، انتوا مش عايزيننا نقتل محمد؟ طب احنا هنعمل عليكم حصار. مش بس كده، هنكتب وثيقه، ورقه كده، وهنعلقها في الكعبه. كاتبين ايه في الوثيقه دي يا شباب؟ اول حاجه مش هندخل طعام لبني هاشم، مش هنبيع لهم حاجه، مش هنشتري منهم حاجه، مش هنتجوز منهم. وكتبوا يا شباب حاجات تانية كتير. فالسؤال بيقول لي ايه من عبارات الوثيقه دي بيثبت القسوه الشديده؟ العبارات دي كلها كانت موجوده في الوثيقه. واحده من الاربعه دول بتدل على قد ان بتوع قريش اتعاملوا مع النبي وبني هاشم بقسوه بشده. هل عباره لا تاخذهم بهم رأفه، يعني مهما شفتهم جعانين وعطشانين ما ترأفوش بيهم ابدا؟ طبعا دي بتدل على القسوه الشديده. لا يكلمونهم. شباب هو انت ممكن اتنين يخاصموا بعض ويفضلوا عايشين طول الحياة، دي مش يعني تمشي، مش القسوة الشديدة اللي هي قوي يعني. لا يقبلون منهم صلحا، دي يا شباب برضو الموضوع ما تصلحوش بس ممكن يعيشوا، وده هيعيش كل واحد في حاله. تالت حاجة لا يجالسونهم، برضو مش هتبقى نهاية الكون، لكن يا شباب لا تأخذكم بهم رأفة، يعني مهما شفتهم جعانين عطشانين تعبانين ما يصعبوش عليكم. دي بتدل على مدى القسوة والشدة. شباب السؤال رقم 13 بيقول لي الشجاعة من الصفات الحميدة. الشجاعة انك تبقى انسان شجاع ما بتخافش، من الصفات الكويسة التي تقوم الدولة بمنح صاحبها وسام تقدير منها لصاحب هذه الصفة. بيقول لك الدولة بتدي وسام يعني تكريم للإنسان الشجاع وما قام به صاحبها من أعمال. ما انت الشجاعة دي بتخليك تعمل أعمال كويسة فالدولة هتكرمك.
بيقول لي من الشخصيات التالية يستحق هذا الوسام لموقفه أثناء الهجرة النبوية؟ شباب، مين أثناء هجرة النبي كان شجاع جدا وبين لنا إنه شجاع وما بيخافش؟ طب تعال نقرا الاختيارات ونفسر كل شخصية عملت ايه ونعرف مين فيهم كان شجاع. هل يا ترى جعفر بن أبي طالب؟ جعفر بن أبي طالب ما كانش موجود أصلا في الهجرة، لا كان عايش بس ما شاركش في الهجرة. علي بن أبي طالب؟ لا دقيقة، هو علي بن أبي طالب ده اللي نام مكان النبي وكان عارف ان قريش داخله تموت النبي، فده بيدل انه شجاع مش خايف، ده نام في المكان اللي قريش بتدور فيه على النبي عشان تموته، يبقى ده بيدل ان الراجل ده كان شجاع فهو اللي ياخد التكريم ده. ولا العباس بن عبد المطلب؟ طبعا شباب العباس بن عبد المطلب ما كانوش له شارك في الهجره. ولا سراقه بن مالك؟ لا، سراقه بن مالك قابل النبي في الهجره لما كان عايز يمسك النبي، والنبي قال له انت ليك بعد كده سواره كسرى، واحنا عارفين القصه دي. لكن الدور الشجاعه كان عند علي بن ابي طالب اللي نام مكان النبي وهو بيهاجر. يا شباب نام مكانه وهو عارف ان الكفار داخلين يموتوه. السؤال اللي بعد كده يا شباب بيقول لي تعددت الدوافع لأهل يثرب لسرعة دخولهم في الإسلام. شباب أهل يثرب إيه اللي يخليهم يخشوا الإسلام؟ تعال نشوف مع بعض. أول سبب يا شباب يخلي أهل يثرب إن هم يدخلوا في الإسلام معرفتهم السابقة بنبي آخر الزمان. شباب أهل يثرب كانوا عارفين من زمان قوي إن في نبي جاي في الآخر. مستر اشمعنى أهل يثرب؟ ليه مش مكة؟ ليه مش الطائف؟ ليه يا شباب؟ احنا أخدنا إن كان في يهود عايشين مع أهل يثرب في يثرب. فشباب اليهود دول عندهم في التوراة إن في نبي آخر الزمان جاي، فكانوا بيقعدوا يكلموا الأوس والخزرج يقول لهم احنا الدين بتاعنا التوراة بتقول ان في نبي جاي اخر الزمان، فبتوع الأوس والخزرج والعرب اللي هناك هم عارفين ان في نبي جاي، فلما عرفوا ان في نبي اسمه محمد في مكة ما تفاجئوش، هم كده عارفين، وده خلاهم يأمنوا بيه بسرعة. تاني حاجة يا شباب هتخلي أهل يثرب يأمنوا بالنبي بسرعة الحروب الطاحنة بين الأوس والخزرج. مستر ايه علاقة ده بان هم يأمنوا بالنبي بسرعة؟ شباب الأوس والخزرج بينهم حروب بقالها كتير، تعبوا عايزين حد يجمعهم، حد يلم شملهم. أول ما لقوا النبي وكلهم لقوا الأوس بيأمنوا بيه والخزرج بيأمنوا بيه، قالوا احنا هنتوحد هنخلص بقى من الحروب والصراعات والتعب والعراك. ده سهل عليهم ان هم يخشوا الإسلام بسرعة. يبقى شباب أول حاجة هتخلي أهل يثرب يستجيبوا للإسلام معرفتهم السابقة بنبي آخر الزمان. تاني حاجة يا شباب الحروب الطاحنة، الحروب الكتيرة قوي 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 بين الأوس والخزرج. تالت حاجة يا شباب إن أهل يثرب دول بيتميزوا بالرأفة واللين. شباب لو حد عندك في عيلتك راح العمرة أو الحج اسأله قول له مين معاملته معاك كان فيها طيبة أكتر، أهل مكة ولا أهل المدينة؟ هيقول لك بلا شك أهل المدينة، هم عندهم طبعهم كده رأفة ولين. شباب اكتب المعلومات دي مهمة قوي. ده سبب اجتماعي، وده سبب عسكري، وده سبب ديني. نرجع بقى لسؤالنا اللي كان بيقول لنا ايه. السؤال الشباب بيقول لي تعددت الدوافع على اهل يثرب لسرعه دخولهم في الاسلام. قلنا الثلاثه اللي هو السبب الديني والعسكري والسبب الاجتماعي. فخلي بالك اقرا السؤال صح، بيقول لي اي من الاسباب التاليه لا يمثل، عشان عارف احنا ما بنشوفش كلمه لا دي بتتبخر من السؤال. لا يمثل دافع ليهم. هل العسكريه؟ لا، احنا قلنا في بينهم حروب طاحنه يبقى دي كانت تمثل. الدينيه كانت تمثل، كان عندهم علم بالنبي من خلال اليهود. الاقتصاديه شباب هو انا قلت سبب اقتصادي خلى الاوس والخزرج واهل يثرب العرب يامنوا بالنبي بسرعه؟ لا، دي الوحيده اللي ما قلتهاش، ولكن قلت في سبب اجتماعي عندهم رأفة ولين، يبقى الاجابه اقتصاديه. شباب 15 السؤال ده جميل جدا. لا يأس مع الحياه ولا حياه مع اليأس. تاني لا يأس مع الحياه ولا حياه مع اليأس.
حكمة قالها الزعيم مصطفى كامل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له السبق في تطبيقها. شباب، عندنا واحد اسمه مصطفى كامل قال لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. طول ما احنا عايشين مش هنيأس. اصل بص، يا اليأس يا الحياة، في حياة مفيش يأس، في يأس مفيش حياة. بيقول لك مصطفى كامل مين؟ ده النبي طبقها عمليا من زمان خالص. ده بيبان لنا امتى؟ هل في الهجرة ليثرب؟ ان النبي هاجر ليثرب فده دليل انه ما يأس؟ والله مستر شاكك بس مش عارف. طب اعمل جنب بشر تصيبها. هل بعد العودة من الطائف لما راح الطائف وضربوه وعوروه في رجله؟ شاكك بس. طب خليه. عملوا بالتجارة ملهاش دعوة. موت عمه بعيدة شوية. شباب، أنا دلوقتي محتار ما بين إجابتين. هسألك سؤال، أنه فيهم بيدل على إصرار النبي؟ هل لما هاجر ليثرب ولا لما راح الطائف يدعوهم للإسلام فضربوه؟ كان هو أبو بكر قعدوا يحدفوا على النبي الحجارة لحد ما قدم النبي اتعورت وأبو بكر اتعور وأخد ضرب كتير مكان النبي. فالنبي كمان يا شباب في حاجة كمان، السنة دي السيدة خديجة ماتت، السنة دي أبو طالب عم النبي اللي بيدافع عنه مات، ورغم كل ده النبي راجع من الطائف يكمل الدين. ده بيدل على مدى قوة النبي وإنه ما استسلمش للحياة. فالإجابة الأدق هتبقى العودة من الطائف. السؤال رقم 16 بيقول لي وجود النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء قبل البعثة النبوية وتأمله. شباب، النبي قلنا كان بيقعد في غار حراء عشان يتأمل في خلق ربنا، يتفكر في الكون. أكيد الكون ده مش مخلوق صدفة، أكيد الكون ده ليه خالق وخالق عظيم جدا. إن الشمس تطلع الصبح والقمر بالليل وتمشي بالنظام الدقيق ده. فده شباب كان دافع للنبي إنه يكتشف علم الفلك بعيدة خالص، ولا إنه يعبد النجوم والكواكب؟ هو النبي كان بيعبد النجوم والكواكب؟ لا. ولا ده كان دافع للنبي انه يكتشف اسرار الكون، يعرف اسرار الكون، يعرف ان في اله حق خالق كل ده؟ تبقى دي الاجابه. ولا النبي كان بيقعد في غار حراء عشان يستخبى من قريش؟ غلط، اصلا كان لسه ما نزلش عليه الوحي. شباب، السؤال رقم 17 قبل الهجره النبويه ليثرب، قبل ما النبي يهاجر ليثرب في المدينه، استقبلت المدينه هجره اخرى من جهه الجنوب. بص يا شباب، المدينة اللي هي يثرب، ومهمة قوي قوي الجزئية دي، حصل فيها 3 هجرات. حصل فيها كم هجرة؟ 3 هجرات. أول هجرة كانت من الشمال، هجرة من الشمال. احنا اخدنا يثرب وحصل فيها هجرة من الشمال. أيوه، مين اللي هاجر من الشمال ونزل تحت اليثرب؟ اليهود. شباب، اليهود دول سكنوا يثرب ازاي؟ كانوا قاعدين في بلاد الشام، فكانت الدولة الرومانية بتعذبهم فهاجروا من بلاد الشام وقعدوا في يثرب. تاني هجرة كانت من الجنوب. مستر الجنوب اللي هي من بلاد اليمن. واحنا قلنا بعد انهيار سد مأرب كل قبائل سد السبأ اتفرقت على شبه الجزيرة العربية، فمن ضمنهم الأوس والخزرج راحوا يثرب. يبقى بنقول عليها هجرة من الجنوب من سبأ من اليمن لما انهار السد، وبنقول عليه ده تغير في التركيب الديموغرافي. واخر هجرة شباب كانت هجرة النبي من مكة، هجرة النبي من مكة ليثرب واصحابه. دي يا شباب مهمة قوي 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 الجزئية دي. يثرب كان فيها 3 هجرات. هجرة من الشمال بتاعت اليهود، دي رقم 1. رقم 2 هجرة الأوس والخزرج اللي كانوا في الجنوب بعد انهيار السد. رقم 3 هجرة النبي من مكة ليثرب. تعالى نرجع للسؤال. فبيقول لي قبل هجرة النبي على طول، أنا عندي 3 هجرات. قبل هجرة النبي المدينة المنورة اللي هي يثرب استقبلت هجرة من الجنوب. أيوة، الناس اللي هم هاجروا من الجنوب الأوس والخزرج بعد انهيار السد. فبيقول لي الناس دي هاجرت ليه؟ هل لأسباب دينية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا عسكرية؟ نرجع تاني للدرس الأول. شباب، أهل سبأ بيشتغلوا في الزراعة. السد انهار بوظ الأراضي. قالوا لو احنا قعدنا هنا مش هنلاقي ناكل ونشرب، احنا لازم نروح ندور على مكان نزرع فيه، مكان نشتغل فيه عشان نعرف نعيش. ده سبب ايه يا شباب؟ اقتصادي، يشتغلوا حرفة تجيب لهم فلوس. يبقى الإجابة دينية غلط، اقتصادية صح، اجتماعية غلط، عسكرية غلط. شباب، السؤال رقم 18 بيقول لي
يمكن وصف موقف قريش من الرسول صلى الله عليه وسلم واتهامه بالكذب والسحر. شباب اخدنا السؤال ده فوق. قريش قالت على النبي انه الصادق الامين، بعد كده قالت عليه انه كذاب ومجنون وساحر. ده بيدل ان هم بيناقضوا بعض، بيقولوا حاجتين عكس بعض، يبقى ده بيدل على التناقض. المبالغه لا، الموضوعيه يعني هم عدل لا، الواقعيه يعني ده كان حقيقي برضه لا. شباب السؤال رقم 19 حلو قوي السؤال ده. كان فلان عند حسن ظن بي. يعني ايه الجمله دي؟ يعني انا لما اثق في حد واظن فيه ظن خير ويطلع فعلا انسان كويس، بقول ده كان عندي ظن بيه، انا كنت واثق فيه ان هو انسان كويس وطلع كويس. اي من الشخصيات اللي جايه في الاختيارات اقدر اطبق عليه المقوله دي. هل ابي طالب ولا النجاشي؟ ايه ده؟ مش ده النجاشي اللي المسلمين هاجروا عنده عشان هو ملك عادل ومش بيظلم حد؟ فلما قريش بعتت عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه وقالوا له سلمنا المسلمين، مرضاش غير انه يسمع من المسلمين الاول، يبقى ده طلع على قد ثقه المسلمين. تبقى الاجابه النجاشي. عبد الله بن ابي بن سلول برضه ده غلط. جعفر بن ابي طالب ما لهوش برضه علاقه بالمقوله دي، المقوله دي بتطبق على النجاشي. شباب السؤال رقم 20. ظهرت العصبية القبلية في مكة. في مكة بانت قوي 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 التعصب للقبيلة بس بشكل إيجابي. بص يا شباب، العصبية القبلية الطبيعي إنها حاجة وحشة، انك تقعد تقول انا من قبيله فلان وانا ما فيش زيي وقبيلتنا، وتقعد تزعق للقبيله، ولو حد كلم قريبك وقريبك غلطان تروح تدافع عن قريبك اللي غلطان، كل دي وحشه. بس احنا اخدنا كام موقف كده ظهرت فيهم بشكل ايجابي. يبقى ظهرت العصبيه القبليه بشكل ايجابي في كام موقف. اول موقف يا شباب لما بني هاشم دافعوا عن النبي. وتاني موقف لما دخل ناس من قبيلة قريش قطعوا الوثيقة اللي علقوها في الكعبة اللي قالوا مش هندخل فيها أكل لبني هاشم، مش هنتجوز منهم، مش هنبيع ولا نشتري منهم. فلما دي اتقطعت ده بيدل ان هم استخدموا العصبية القبلية بشكل ايجابي، لان هم بيقطعوها. زهير بن أمية قال ايه؟ انا اكل الطعام وبني هاشم جوعة، يعني احنا ناكل وعيال عمنا قاعدين في الحصار جوه جعانين. فده شباب الموقفين بيدلوا ان العصبية الايجابية ظهرت بشكل ايجابي. تعال نرجع للسؤال. فبيقول لي ظهرت العصبية القبلية في مكة بشكل ايجابي عندما عرضت قريش على الرسول المال والسلطة؟ لا. ارسلت وفد للحبشة؟ لا. تفاوضت مع ابي طالب؟ لا. ولا لما نقض البعض صحيفة مقاطعة بني هاشم، لما راحوا قطعوا الصحيفة كان زهير بن أمية ومعاه كام واحد تاني من قادة قريش؟ شباب السؤال رقم 21. استخدمت قريش في معارضة الدعوة الإسلامية أسلوب الحرب النفسية. بص يا شباب، قريش واجهت النبي بأربع طرق. لما اتكلم على أساليب قريش لمواجهة النبي هتمشي في 4 طرق. أول طريق هو نشر الشائعات والأكاذيب. يعني إيه نشر الشائعات والأكاذيب؟ إنهم يقولوا إن محمد ده اللي بيقول إن هو معاه دين جديد ده كذاب، ده ساحر، ده مجنون، ده عايز يبقى هو الزعيم، عشان كده هو جاي لنا بيقول إن معاه دين جديد عشان يبقى هو الزعيم علينا. هنا شباب قريش استخدمت حاجة اسمها الحرب النفسية. طبعا الحرب النفسية على مين؟ على النبي يا شباب. ما النبي ده شباب يعني الصادق الأمين، مرة واحدة تقولوا عليه الكلام الأهبل ده. فهنا شباب كانت بتلعب على حتة النفسية عند النبي. تاني شباب طريقة قريش هيواجهوا بيها النبي والدعوة والإسلام في الوقت ده هو التفاوض. لقوا الحرب النفسية دي مش جاية، قال لك خلاص احنا نروح للنبي نتفاوض معاه. والتفاوض كان بشكلين، بشكل غير مباشر وشكل مباشر. يعني ايه يا شباب شكل غير مباشر؟ لما عاوز مثلا اودي لحد حاجه، فادي الحاجه دي انا عايز ابعت مثلا لحد القلم ده،
فاجيب واحد اقول له روح شايف القلم ده اديله فلان وقول له بيقول لك مستر محمود خد القلم. اللي انا بعته ده وسيط بينا، انا ما رحتش اديت للراجل اللي هناك القلم على طول، انا بعت واحد بينا، ده اسمه شكل غير مباشر. فقريش راحت لابو طالب عم النبي قالت له روح قول لمحمد يوقف بقى اللي هو بيقوله ده، يوقف ان بيقول ان معاه دين جديد. فهنا ابو طالب راح كلم النبي. هنا قريش بتتفاوض مع النبي على طول ولا في بينهم وسيط ابو طالب؟ يبقى ده شكل غير مباشر. لا الطريقه دي مش جايه، النبي ما سمعش كلام عم ابو طالب انه يسيب الدعوه، النبي مش هينفع يسيب الرساله خلاص. فقريش قال لك خلاص نروح بقى احنا بنفسنا نقعد مع النبي. فراحوا للنبي عرضوا عليه الفلوس، الزعامه، يبقى زعيم قبيله قريش كلها، اقوى قبيله في شبه الجزيره العربيه. لكن النبي رفض. فبالتالي يا شباب الاسلوب الثاني ما نفعش. طب قالوا لك الاسلوب الثاني ما نفعش، هنستخدم ايه؟ روحوا للاسلوب الثالث وهو تعذيب المسلمين. قعد يا شباب اي حد يامن بالنبي يعذبوه. واشهر واحد اتعذب في الوقت ده سيدنا بلال. سيدنا بلال يا شباب كانوا بيقلعوه الهدوم وينيموه على الصحراء المحرقه، الصحراء النار، الرمله بتاعتها نار، ويحطوا على جسمه طوبه وحجر كبير عشان يسيب الاسلام. ولكن سيدنا بلال كان بيقول احد احد وكان رافض الكلام ده كله. فالاسلوب الثالث ده برضه شباب ما جابش مع المسلمين شباب. فهيبتدوا يروحوا للاسلوب الرابع. ايه بقى الاسلوب الرابع؟ المقاطعه والحصار الاقتصادي والاجتماعي. احنا قلنا ان هم يتفقوا ان هم يموتوا النبي. فابو طالب راح جمع بني هاشم قال لهم يا بني هاشم دول هيقتلوا محمد ابن اخونا، ينفع الكلام ده؟ فبتوع بني هاشم قال لك لا، حتى لو هو مش على ديننا، لو هو مش زينا، احنا برضه هنقف وندافع عنه لانه ابن اخونا من الدم بتاعنا. فهنا ظهرت العصبيه الايجابيه بشكل كويس. طب بقيت عائلات قريش اللي عايزين يموتوا النبي قالوا لهم خلاص انتوا هتدافعوا عن النبي، طب احنا هنعمل عليكم حصار، لا في اكل لا في شرب لا في بيع لا في شتاء لا في شراء لا في زواج. فشباب لما اقول لك عدم البيع، عدم الشراء، دي اسمها مقاطعة اقتصادية. طب لما اقول لك عدم الزواج، دي اسمها مقاطعة اجتماعية. عايز اسأل سؤال شباب، انه تأثيره اكبر؟ اللي انا ما اكلش واشرب وما لاقيش حاجة ابيعها واشتريها، ولا اللي انا ما اتجوزش؟ مين هيبقى اصعب؟ مين هيبقى اصعب؟ لا طبعا الاكل والشرب. انا ممكن اعيش من غير ما اتجوز بس ما اقدرش اعيش من غير اكل وايه وشرب. ده طبعا الناس اللي هي ايه بتقيس الامور بشكل صح. السؤال يا شباب بيقول لي استخدمت قريش في معارضة الدعوة الإسلامية أسلوب الحرب النفسية بتاع الشائعات والأكاذيب. هيبقى الاختيار رقم 1. شباب السؤال رقم 22. أحد العوامل الاجتماعية تخلي أهل يثرب مقبلين على الإسلام. أنا أخدت عندي عامل ديني إن هم عندهم علم بالنبي من خلال اليهود، وعامل عسكري ان هم عمالين يحاربوا بعض فعايزين حد يجمعهم، واخر حاجه شباب ان هم عندهم رأفه ولين وعطف. ده في عامل اجتماعي. فبيقول لك انا عايز عامل اجتماعي، يبقى ادور على الرأفه واللين اللي هي هل الحروب؟ لا. تميز اهل يثرب بالرقه واللين، تبقى دي الاجابه. شباب السؤال رقم 23 بيقول لي بعد عوده الرسول من الطائف، لما الرسول رجع تاني من الطائف بدأ يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج. شباب الرسول لما رجع من الطائف أهل الطائف ما استجابوش ليه، حدفوا عليه طوب، رجليه الشريفتين أدميت يعني نزل منها دم، أبو بكر اتعور جامد. النبي رجع بدأ يستنى موسم الحج. هو كان في حج قبل الإسلام؟ سؤال، كان في حج قبل الإسلام؟ هو طب لو ما فيش حج، بس السؤال ده غلط، يبقى هو موسم الحج. بيقول لك بعد عودة الرسول من الطائف بدأ يعرض نفسه على القبائل. هو كان في حج قبل الإسلام؟ لا طبعا كان فيه. الكفار كانوا بيعبدوا الأصنام، فكانوا بيحطوا الأصنام حوالين الكعبة، فكانوا بيروحوا يلفوا حوالين ايه؟ حوالين الأصنام والكعبة. ده كان عندهم موسم الحج. الرسول يا شباب بيبدأ يعرض نفسه على القبائل. ليه؟ عشان يحقق أهداف ايه يا شباب؟
انه ينشر الدين. يبقى دي اهداف ايه؟ دينية. شباب رقم 24، تجلت. يعني ايه تجلت؟ يعني ظهرت. يعني ايه تجلت؟ يعني ظهرت. ظهرت مظاهر التكافل بين المسلمين في مكة. دي بقى واحدة. شباب ركز معايا، انا قلت ان قريش عملت 4 اساليب مع النبي. اول حاجة حرب الشائعات والاكاذيب، الحرب النفسية. 2 انهم فوضوا النبي بطريقة مباشرة وغير مباشرة. غير مباشرة عن طريق عمه. رقم 3 ان هم بدأوا يعذبوا المسلمين. رقم 4 الحصار. النبي يا شباب هيكون ليه رد فعل؟ بقول رد فعل النبي على اساليب قريش. مش النبي ده القائد بتاع الامه اللي احنا هنتعلم منه؟ يا ترى ايه هيكون رد فعله؟ اول حاجه انه هيواجه كل ده، هينشر الدين بالحكمه والموعظه الحسنه. شباب النبي فهم في الوقت ده انه اخطر حاجه انه يستخدم الشده في نشر الدين. ليه؟ لان في الوقت ده كان الناس بدات تامن بالنبي، فكان كل بيت في مكه، كل بيت فيه مسلمين وفيه كفار، اب وام مسلمين، العيال كفار، العيال مسلمين، الاب والام كافر، الاب مسلم، الباقي كفار، الام مسلمه، الباقي كفار. فلو النبي استخدم الشده والحرب، كل اسره هتولع في البيت بتاعها. هنا النبي يا شباب ليه عمل الاسلوب ده؟ عشان يحافظ على ايه؟ على تماسك المجتمع. وده بيدل ان الرسول ده قائد اجتماع يا شباب. ما فكرش في نفسه بس، لا، هو قال لو انا دلوقتي استخدمت القوة كل اسرة هتحارب بعض، المجتمع هيتفكك، وده عندنا في الدين ما ينفعش. يبقى ده يا شباب بيدل ان الرسول كان قائد اجتماع. تاني حاجة يا شباب كانت من رد فعل النبي هو الصبر وحث المسلمين على الصبر. شباب النبي كان يعدي يلاقي المسلمين بيتعذبوا. المسلمين في الوقت ده ما كانوش قوة، لسه في المرحلة المكية، لا معانا جيش، لا معانا دولة، لا معانا أي حاجة، وبيعذبونا، يعني إحنا مش قادرين نعمل حاجة. فالنبي كان يقعد يحث المسلمين على الصبر. وأكبر مثال حصل لنا في الموقف ده، الرسول في يوم معدي لقى الكفار بيعذبوا ياسر، سيدنا ياسر وامرأته سمية، وكان معاهم ابنهم اسمه ايه؟ عمار بن ياسر. اسمه ايه؟ عمار بن ياسر. فالنبي راح بص لهم كده وقال لهم جملة واحدة بس: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. اصبروا على العذاب وإن شاء الله يوم القيامة انتوا في الجنة. وبالفعل يا شباب قتلوا ياسر وقتلوا زوجته مين؟ سمية. وكانت سمية أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنه. شباب ثالث طريقة النبي هيرد فعل قريش هي إنقاذ المستضعفين. يعني ايه؟ يعني النبي يجيب الناس اللي دخلوا الاسلام، الناس الاغنياء، يقولوا لهم روحوا انتوا يا اغنياء اشتروا المسلمين العبيد اللي بيتعذبوا. يعني ايه؟ عشان بكل بساطه عشان نشرحها. شباب امن بالنبي في الوقت ده عبيد. عبيد يعني ايه عبد؟ يعني العبد ده في سيد ليه ملكه، في بني ادم تاني ملكه شريه هو اللي بيتحكم فيه. فلو اللي ملكه ده كافر وهو العبد مسلم، فالكافر ده بيعذب المسلم. فلو حد راح اشترى العبد الكافر ده واعتقه، فهو كده خلصه من العذاب. النبي كان على طول بيحس المسلمين على كده. زي مين؟ زي ابو بكر لما راح اشترى سيدنا مين؟ بلال. اشترى من مين؟ من أمية بن خلف. ده بنسميه التكافل يا شباب. يعني ايه التكافل؟ يعني واحد فقير مش لاقي انه يحرر نفسه، مش قادر انه يحرر نفسه، فيجي واحد غني يشتريه ويحرره. ده اسمه التكافل. واخر حاجة يا شباب، النبي كان بيدور على مراكز واماكن جديدة لنشر الدعوة. يبقى شباب تجلت مظاهر التكافل في إنقاذ المستضعفين في نصر. تبقى الإجابة نصرة المستضعفين. شباب السؤال رقم 25 كان من نصوص المقاطعة. فاكرين الوثيقة بتاعت المقاطعة اللي هم علقوها في جوف الكعبة؟ بتقول إن قريش والكفار
على المسلمين ألا يجالسوهم، مش هيقعدوا معاهم، ولا يخالطوهم، ولا يدخلوا بيوتهم، ولا يكلموهم. يستدل من ذلك ان دي مقاطعة ايه؟ مش هكلمك، مش هدخل بيتك، مش هختلط بيك كتير. دي اجتماعية ولا اقتصادية ولا دينية ولا سياسية؟ هتبقى ايه؟ هدي فيها فلوس؟ لا. دينية فيها أديان؟ لا. سياسية؟ لا. هتبقى الإجابة ايه؟ اجتماعية. شباب، الأسئلة المقالية طبعا كلنا بنموت فيها، أول ما نسمع أسئلة مقالية بنطلع قلوب. يلا شباب، أول سؤال في الأسئلة المقالية بيقول لي: لا شك أن التنشئة والبيئة تؤثران في تكوين شخصية الإنسان. مفيش شك يا شباب إن التربية بتاعتك وبدايتك والبيئة اللي أنت فيها بتأثر في شخصيتك. من خلال المقولة دي حدد البيئات اللي أثرت في تكوين شخصية النبي وهو طفل مع توضيح تأثير كل منهم. بص يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل مر بمرحلتين مهمين جدا جدا جدا. أول ما اتولد فأمه بعتته لمين في الصحراء؟ بني سعد، عند مرضعة النبي اللي اسمها ايه؟ حليمة السعيدية. النبي لما راح واتربى هناك قعد 4 سنين، اتعلم فيهم وتأثر فيهم جامد. طب اتعلم فيهم ايه؟ أول حاجة قوة البنيان. النبي أول حاجة استفادها في ديار بني سعد إنه اتربى في الصحراء في الشمس الصعبة، جسمه بقى إيه؟ قوي. شباب، وكمان اتعلم رجاحة العقل. هو كان طفل صغير بس الظروف دي خلته من وهو صغير بيفكر ويوزن الأمور صح. وكمان يا شباب كسبته فصاحة اللسان، خلت النبي من هو صغير بيتكلم ظروف صعبة لازم تتعامل معاها. تخيل النبي عنده 4 سنين وجسمه كان قوي، كان بيفكر وعنده رجاحة عقل، كان فصيح اللسان وهو عنده 4 سنين بس. لما كبر شوية وبقى عنده 8 سنين اشتغل في حرفة الرعي. يبقى شباب النبي اشتغل في حرفة الرعي وهو طفل 8 سنين. عارفين يعني 8 سنين؟ بيشتغل مسؤول عن غنم، مسؤول عن حيوانات كتير، اشتغل في حرفة الرعي. طب دي كسبت النبي ايه؟ كسبت النبي التواضع، كسبت النبي الرحمة، اللين، العطف. كل ده النبي كسبه من الشغلانة دي. يبقى البيئة الأولى اللي اتربى فيها عند بني سعد كسبته قوة البنيان، فصاحة اللسان، رجاحة العقل. أما الراعي كسبته التواضع والرحمة واللين. دي إجابة السؤال الأول في المقالي. خلاص شباب، السؤال الثاني بيقول لي من خلال، يبقى السؤال الأول قسمناه لحاجتين، لما كان في ديار بني سعد، والجزء الثاني لما اشتغل في حرفة الراعي. شباب السؤال الثاني في المقالة بيقول لي: من خلال دراستك لسمات النبي قبل البعثة حدد أي سمات يحتاج إليها الشباب ليكون النبي قدوة ليهم. بيقول لك من خلال السمات والصفات اللي انت درستها للنبي قبل الهجرة، امتى الشباب لما يعملوا الصفات دي يقول عليهم هم اخدوا النبي قدوة؟ بكل بساطة لو الشباب دي عملوا صفات وسمات شخصية النبي انا بقول ان هم كده اخدوا النبي قدوة. طب ايه هي صفات النبي اللي اخدناها؟ اول حاجة شباب النبي كانت من اهم الصفات عنده ان كان عنده على طول حاجة اسمها التأمل، التفكر. يقعد في غار حراء يقعد يتأمل في الكون، في النجوم، في القمر، في السماء. تاني صفة عند النبي كانت القدرة على حل المشكلات. النبي كان يقدر يحل أي مشكلة تواجهه. في مشكلة الحجر الأسود لما حل المشكلة دي بالذكاء. يبقى شباب لو الشباب دلوقتي بقوا عندهم قدرة على حل المشكلات يبقى هم ماشيين على طريق النبي. نصرة المظلوم، لو الشباب لقوا واحد مظلوم في الشارع يلا كلنا نساعده يبقى أنا ماشي على طريق النبي. لما أكون شجاع، لما يكون عندي صبر، كل ده صفات النبي. فبقول لما يكون عندهم رغبة في التأمل، لما يكون عندهم قدرة على حل المشكلات، لما يكون عندهم قدرة على نصرة المظلوم، الشجاعة، كل دي صفات. كل دي يا شباب صفات. السؤال رقم 28: استخدمت قريش لمواجهة الدعوة الإسلامية حرب الشائعات. فاكرين قريش لما قالوا عن النبي قعدوا يتهموا النبي بحاجات باطلة، يقولوا عليه كذاب وساحر ومجنون، حاجات ما تنفعش. يبقى هنا يا شباب دي اسمها حرب الشائعات. في ضوء العبارة دي
بص بقى السؤال ده مهم قوي. حدد الوسائل الحديثة. بص رابط لك المنهج بالايام اللي احنا فيها اهو. حدد الوسائل الحديثة التي تستخدم في حرب الشائعات. احنا ممكن دلوقتي يا شباب نستخدم حرب الشائعات فين؟ على الانترنت، على الفيسبوك، على الانستجرام، على تويتر. كل ده دلوقتي نستخدم عليه حرب الشائعات. دولة بتحارب دولة فتقعد تسرب شائعات عنها. مش عارف مين بيتعارف في مين فيقعد يسرب شائعات عنه. يبقى دلوقتي ده بيستخدم فين؟ في الانترنت بالذات يا شباب مع انتشار التكنولوجيا الحديثة. شباب السؤال رقم 29. إذا عاصرت فترة الهجرة النبوية، شباب لو أنت موجود في الوقت اللي النبي كان بيهاجر فيه من مكة ليثرب، كنت تفضل أن تقوم بأنه دور من الأدوار اللي ساعدوا النبي في الهجرة؟ شباب لو انت كنت عايش في الفترة اللي النبي بيهاجر فيها من مكة ليثرب، واحنا اخدنا ان كان في شخصيات كتير. ابو بكر صاحب النبي، عبد الله بن ابي بكر هو اللي بيجيب المعلومات للنبي، اسماء بنت ابي بكر هي اللي بيجيب الطعام للنبي وابو بكر، عبد الله بن أريكة ده اللي بيودي او بيعرف النبي الطرق في الصحراء، عامر بن فهيرة ده اللي معاه الغنم وهيداري على اثار الاقدام. انت شباب السؤال ده مفتوح على حسب اجابتك، تفضل تبقى مين في الشخصيات دي؟ انت تفضل تبقى مين فيهم؟ لو هتكلم عن نفسي فانا افضل اكون صاحب النبي في الهجرة. انا كنت افضل انا مستر محمود اكون مكان ابو بكر. ليه يا شباب؟ لان ده شباب اهم حاجة في المواقف الصعبة يكون معانا ناس تعرف تعدي بينا في المواقف دي. النبي يا شباب لما يهاجر راح كلم صاحبه. ليه؟ شباب الصحاب الكويسة بيشدوا بعض، بيساندوا بعض في الخير. فالنبي هنا احسن اختيار الرفيق. النبي اختار ابو بكر عشان يبقى صاحبه في الهجرة. وده بيدل على ايه يا شباب؟ اهمية الصحاب وقت الازمات. شباب انت في ثانويه عامه، السنه الجايه انت في ثالثه ثانوي، لو ما نقتش اصحابك من دلوقتي صح والله هتندم. لان ملهاش غير طريقين، يا طريق للخير ويا طريق للشر. عندنا آية في القرآن بتقول من ضمن مشاهد يوم القيامة: ويوم يعض الظالم على يداه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يا نهار ابيض، يا ريتني سمعت كلام ربنا وكلام النبي، يا ريتني ما صاحبت فلان ده اللي خلاني ابعد عن طريق ربنا. شباب وعندنا آية تانية بتقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الصحاب يوم القيامة أعداء، كله أعداء، كل الصحاب أعداء بعض إلا المتقين اللي بيساعدوا بعض على عبادة ربنا، اللي بيساعدوا بعض في طريق الخير. هنا أبو بكر كان للنبي رفيق كويس، أبو بكر كان للنبي صاحب خير. فعشان كده يا شباب لازم تدور على صاحبك. السؤال الأخير: اختيار قريش للأشخاص الذين ينشرون الشائعات عن النبي. شباب قريش لما كانت بتيجي تنشر شائعات عن النبي كانت بتعمل اسلوب ذكي شويه. كانت بتعمل 3 حاجات: يختاروا المكان والوقت الصح في موسم الحج بتاع الاصنام بتاعتهم. ليه؟ في قبائل كتيره قوي، فلما اجي وسط القبائل اقول ده في واحد بيقول ان هو نبي، ده ساحر، ده بيكذب، ده مجنون، فالخبر ينتشر بسرعه. تاني حاجه شباب انهم كانوا بيبقوا متفقين مع بعض هم هيقولوا ايه. ركز في الثالثه، ان ما كانش اي حد يطلع يقول ان النبي ده كذاب. كانوا بيجيبوا الناس التقيله في قريش زي مثلا ابو لهب. ابو لهب ده شباب من قاده قريش، زي الوليد بن المغيره. الوليد بن المغيره ده كان من اكتر العرب اللي فاهمين في اللغه العربيه. فلما تجيب لي الناس التقيله دي يقولوا عن النبي كذاب وساحر ومجنون، دول هيأثروا. يبقى السؤال بيقول لي ده كان اختيار موفق من وجهه نظرك؟ طبعا 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 كان اختيار موفق من قريش. ليه؟ لان هم اختاروا اكتر ناس ممكن تأثر. شباب الحمد لله خلصنا الاختبار الثاني في المراجعة. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب كل المعلومات وصلت، يا رب يكون كل اللي بيتفرج فاهم. ان شاء الله شباب استنوا الامتحان الجاي، استنوا المراجعة الجاية. ان شاء الله يبقى فيه كمان حل مراجعات شاملة على المنهج، مراجعات شاملة على كل وحدة في حل الامتحانات المحافظات اللي قبل كده. يا رب يا رب يكونوا استفدتوا. نسأل الله ان يكون علما نافعا. اشوفكم في الامتحان الجاي على خير. سلام.